مرحبا، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير. وصفتنا لليوم مهلبية مع قمر الدين، ان شاء الله تنال اعجابكم. عندي هنا قمر الدين 350 غرام، راح اخليه بالماء، ماء حار حتى يذوب. راح اخلي 3 كاسات ونص ماء حارة. هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة، وهاي نص، 3 ونص اكواب ماء. راح اتركه حتى يذوب. راح نسوي مهلبية. عندي 3 اكواب ونص حليب، راح اضيف ربع كوب سكر و4 معالق نشا كبار. هاي 4. وراح نخلطهم على البارد. راح نخليهم على النار. هسه خليت المهلبية على النار واظل اتحرك بها حتى تغلي. هسه ثخنت شوية، راح اخليها على نار متوسطة لما تسخن واظل اتحرك بها. عندي ربع كوب قشطة راح اضيفه، وراح اضيف ماء الزهر. ماء الزهر ضفت معلقة كبيرة، وهذا قوام المهلبية. راح اشيله. راح اصب المهلبية بالكاسات وهي سخنة. راح اكمل الباقي. بعد ما برد القمر الدين راح اضيف ربع كوب سكر ومعلقتين كبار نشا. وراح اضربهم بهاند بلاندر. خليت القمر الدين على النار واظل اتحرك به حتى يسخن. بعد ما سخن شوية راح اخليه على نار هادئة. بعد ما سخن راح اشيله من النار. راح اصب القمر الدين بالكاسات. راح اكمل الباقي. بعد ما خليت القمر الدين بالكاسات راح اتركهم يبردوا وراح ارجع لكم. بعد ما بردت وصارت جاهزة راح ازينها هسه. راح اخلي جوز الهند شوي،
عندي مشمش مجفف. فستق. وراح اجربها قدامكم وحده. شوفوا شلون طالعه. هاي النتيجة النهائية. اذا حبيتوا هاي الوصفة سوونا لايك وشير واشتراك بالقناة، والف عافية.